طيب انا هرجع للسؤال بتاعك بتاعت النفسيه والشخصيه. آه، يعني هي برضو حسب فهمنا على ايه هي الشخصيه. يعني بنقصد ايه بكلمه الشخصيه، لانه في كلام دارج كتيره جدا كتير جدا، واحنا مش عارفين بس هو متوظف فين بالظبط في الكيان الانساني. فهو الانسان عباره عن جسد ونفس وروح. آم، الشخصيه اقدر احطها في حته. احد علماء علم النفس، مش عايزه برضو ادخلكم في اسامي وحاجات كبيره، احد علماء علم النفس سماها البرسونا. فهي والبرسونا هي جزء منها. انا مين؟ فاللي هي جزء منها له علاقة بي أنا بروحي وبنفسي، والجزء التاني له علاقة بالحياة اللي أنا عايشاها والانفايرومنت اللي أنا عايشة فيها وتأثيرها عليا. آم، طبعا في حاجات كتير بتأثر بالتربية، بالمكان، بالناس اللي أنا عايشة معاهم، بالمجتمع اللي أنا عايشة فيه. فده بيكون شخصيتي. ففيها حاجات كتير مكتسبة، لكن مم. أنا إنسانة أكبر من كده بكتير، كتير قوي. فجزء من مم. النمو والنضج النفسي اني كمان اعرف انا مين وسط كل الحاجات اللي اتقالت لي، او اللي انا افتكرتها عن نفسي، او اللي انا اضطريت ان انا اعملها عشان ابقى موجودة وسط العالم ده او وسط المجتمع ده. مش عارفة اذا مم. كنت رديت ولا لا. اه يعني إلى حد كبير جدا قربتي الفكرة، كأن الشخصية، آم، اللي هو أنا كإنسانة، بحتوي أو يعني بانكلود النفسية والتربية. يعني التربية والحاجات اللي هي كأن أنا يعني زي بوتقة كده، وحاجات اتحطت فيها هي لها أساس، وحاجات اتحطت فيها أو اتراكمت جواها او كده، او يعني اللي هي التربيه بقى والانفايرمنت والكده والحاجات اللي بتمر بيها في الحياه وكده. فهي كونت جزء من الشخصيه دي، صح؟ اكيد طبعا. اكيد. اكيد. اه اه اكيد. اه